لوكا، كانت ليلة جميلة وسعيدة لريال مدريد. نعم بكل تأكيد كانت ليلة عظيمة جدا، ولكل المحبين الذين استمتعوا بأدائنا منذ البداية. بدأنا لعبنا مباراة جيدة ولعبنا متقدمين، ولم نسمح للأتلتيك أن يلعب بأسلوبه، وأعتقد أننا استحقينا هذا الفوز الكبير. قبل المباراة كما تعرف أن أتلتيكو مدريد هذه السنة ليس هو أتلتيكو مدريد السنوات الماضية. هل كنتم تتوقعون الفوز بثلاثة أهداف؟ قبل المباراة كنا نتحدث وقلنا سنخرج وأن نقدم أفضل ما عندنا، وأن نطبق تعليمات المدرب، وقمنا بتطبيق كل شيء ونفذنا كل ما اتفقنا عليه في حجرة الملابس. لذلك لعبنا مباراة جيدة، ولهذا السبب كان فوزا كبيرا، نتيجة رائعة. ولكن لا زالت هناك مباراة أخرى، ويجب علينا أن نكون مركزين كما حدث الليلة، وألا نعقد المباراة الثانية. كل شيء ممكن في كرة القدم، ولكن لدينا أسبقية جيدة. من المهم جدا كان عليكم أن تفوزوا، ليس فقط لمسابقة الكأس ولكن أيضا للدوري. بالتأكيد هذا الفوز كان مهما، لأن آخر مباراتين أمام أتلتيكو خسرنا، وكانت هي أحد الأسباب التي كان علينا أن نحقق الفوز الليلة، وحققنا الفوز بشكل جيد ونحن سعداء جدا. ليست هناك وقت كبير للراحة، أمامنا مباراة كبيرة أمام فياريال يوم السبت، فريق قوي ويلعب، وستكون مباراة صعبة جدا ونحتاج أن نرتاح قليلا وأن نستعد. ستكون مباراة صعبة، ولكن ليست كما المباراة التي لعبتوها في المادريغال. بكل تأكيد كل الفرق التي تأتي إلى البرنابيو عندما يلعبون على أرضهم دائما لديهم ثقة أكبر ويهاجمون ويلعبون بكثافة، ولكن هنا دائما يتراجعون وينتظرون. إذا لم نسجل مبكرا إذا سنعاني، ولكن عندما نسجل الأمور كلها تسير بسهولة. شكرا جزيلا.